دايما بنسمع عن ناس قرروا انهم يغيروا مجال شغلهم او مجال دراستهم بعد ما قطعوا فيه شوط طويل جدا، والاجابه اللي اغلبهم بيجاوب بيها لما حد يساله ليه عملت كده بتكون انه لقى موهبته وشغفه في حاجه تانية، وانه شايف انه هيأدي فيها احسن من اي حاجه كان بيعملها قبل كده. الناس دول ما غلطوش انهم عملوا كده، لكنهم غلطوا في انهم ما اكتشفوش موهبتهم دي من قبل ما يبداوا. فلو انت محظوظ كفايه ولسه ما اخترتش مسار اكاديمي تقضي فيه بقيه حياتك، خلينا في فرجه نساعدك تكتشف مواهبك من دلوقتي. واحد من أشهر الأساليب اللي بينصح بيها الخبراء عشان تعرف مواهبك هو إنك تتخيل إنك دلوقتي حالا ما عندكش أي مسؤوليات إطلاقا، مفيش مذاكرة ولا شغل ولا أي حاجة خالص. بقولك تخيل بس. عندك كمان وقت كبير جدا إنك تعمل فيه كل اللي أنت عايزه وحابب تعمله. غمض عينك وفكر شوية إيه الحاجات اللي هتعملها دلوقتي حالا. بعد ما تخلص تفكير اكتب الحاجات اللي فكرت فيها وابدأ شوف إزاي الحاجات دي ممكن توصلك لمسار حياتك. الماضي بتاعك تقدر تعتبره كنز من المواقف والذكريات اللي حتما ولا بد بتشير لمواهبك. حاول تفتكر وانت صغير كنت مهتم بايه اكتر حاجة، وايه الحاجات اللي كنت بتقضي فيها اغلب وقتك. ممكن كمان تستعين باهلك علشان يساعدوك تعرف ملامح ماضيك، واللي نأكد لك انك لو دورت فيه كويس هتوصل لاغلب مواهبك. قارن نفسك بزملائك واصحابك اللي من نفس سنك وشوف ايه الحاجات اللي بالنسبه لك بتبقى سهله جدا رغم انها مش بتكون بنفس درجه السهوله ليهم. معنى انك بتتفوق على اغلب ابناء جيلك في حاجه معينه هو انك بكل تاكيد بتمتلك مهاره او موهبه بتساعدك على ده. دور عليها كويس واغتنمها. عمرك ما هتقدر تكتشف كل مواهبك من غير ما تجرب. جرب كل حاجة تقدر تجربها، جرب لو حتى مرة واحدة بس. حاجات كتير جدا بتبان انها مملة وصعبة من بعيد، لكن ممكن تفاجأ وتكتشف انك قادر تعملها احسن من ناس كتير، بل كمان تكتشف ان بيتربى عندك حب للحاجة دي مع الوقت. لما تلاقي الحاجة دي امسك فيها كويس، دي موهبة اوعى تفرط فيها. مفيش قاعدة أو قانون بتقول إن في حد أقصى من المواهب لكل شخص. مهما كان عدد المواهب اللي عندك خليك متأكد إنك ممكن تكتشف أكتر. الحاجة اللي تقدر تعملها هي إنك تخلي مواهبك اللي أنت عارفها بالفعل توصلك لبقية المواهب. بشكل أو بآخر مواهبك كلها بتكون نتيجة قدرات عندك أنت متفوق فيها على بقية الناس، فمنطقي جدا إنك لو مشيت ورا مواهبك اللي تعرفها بالفعل هتوصلك لمواهب جديدة ما كنتش تعرفها. في حاجة مهمة لازم نقولها، أحيانا في ناس بيبقى عندهم شغف وحب الحاجة بس بيفشلوا فيها كل لما يجربوا ويبدأوا يقتنعوا إنهم مش موهوبين فيها ولازم يبتعدوا عنها، وده أكبر غلط. أنت فعلا ممكن تكون مش بتمتلك الموهبة، لكن حبك لإنك تعمل حاجة معينة ممكن يخليك تتعلم وتصبر في الحاجة دي لحد ما تتقنها وتبقى أحسن من ناس كتير عندهم الموهبة بالفعل. الموضوع ممكن يبقى أصعب شوية من غير موهبة، لكن في أمثلة لمئات الناس اللي غيروا حياتهم بالإصرار على التعليم لمجرد إنهم حابين الحاجة دي. لو الفيديو عجبك اعمل لنا لايك وسبسكرايب، ما عجبكش اعمل لنا شير. نشوفكم الفيديو الجاي.